السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الكتب الملخصة. في هذه الحلقة سوف نقدم لكم تلخيص لكتاب السماح بالرحيل لديفيد هاوكنز. كتاب السماح بالرحيل يتناول مفهوم التحرر العاطفي وكيفية التخلي عن المشاعر السلبية لتحقيق السلام الداخلي والسعادة. إليك تلخيصا موجزا لمحتوى الكتاب. المفاهيم الرئيسية: آلية السماح بالرحيل. يقدم الكتاب طريقة لتحرير المشاعر السلبية من خلال السماح لها بأن تعاش بالكامل دون مقاومة أو كبت. مستويات الوعي. يحدد هاوكنز مقياسا لمستويات الوعي من الخجل والذنب في الأدنى إلى التنوير والسلام في الأعلى. يساعد الكتاب أيضا في الارتقاء في هذا المقياس. الوعي العاطفي يؤكد على أهمية الوعي بالمشاعر دون إصدار أحكام، كما يؤكد أن التعرف على المشاعر وقبولها كما هي أمر حيوي للتحرر منها. الاستسلام لا يعني الاستسلام التخلي، بل السماح للحياة بأن تسير دون مقاومة. يتعلق الأمر بالثقة في العملية والتخلي عن الحاجة إلى التحكم في النتائج. فوائد السماح بالرحيل. يتم تسليط الضوء على فوائد هذه الممارسة مثل تقليل التوتر والقلق، تحسين العلاقات، زيادة الحرية العاطفية، وتعزيز النمو الروحي. التطبيق العملي للسماح بالرحيل: تحديد المشاعر. ابدأ بملاحظة وتسمية المشاعر التي تشعر بها. السماح والقبول. اسمح للمشاعر بأن تكون حاضرة دون محاولة تغييرها، تقبلها بالكامل. التحرر. مع قبولك للمشاعر ستقل تدريجياً وتتحرر في النهاية. التكرار. قد تحتاج أيضاً لتكرار هذه العملية. يجمع كتاب السماح بالرحيل بين النصائح النفسية والروحية والعملية ليرشد القراء نحو حياة أكثر سلاماً وإشباعاً من خلال إتقان فن السماح بالرحيل.